مرحبا بكم أصدقاء قناة يلا نشوف الأعزاء. في سابقة تاريخية يستعد المغرب لاحتضان النسخة 35 من كأس إفريقيا سنة 2025 على امتداد 9 ملاعب موزعة على 6 مدن مغربية، وذلك ما بين 21 دجنبر 2025 و11 يناير 2026. المغرب خصص موارد ضخمة لهذا الحدث، حيث تم تجهيز 24 ملعبا خاصا بالتدريبات، من بينها ملاعب مخصصة للحكام، لتكون النسخة الأضخم والأكثر تنظيما في تاريخ البطولة، وسط توقعات بأن تبقى راسخة في ذاكرة الكرة الإفريقية. في هذا الفيديو سنأخذكم في جولة سريعة للتعرف على جاهزية الملاعب التي ستستقبل مباريات الكان، بداية من الرباط، العاصمة الإدارية، التي خصصت 4 ملاعب للبطولة، يتصدرها الملعب الأولمبي الجاهز كليا، والذي يحتضن فيه حاليا مباريات كأس إفريقيا للسيدات. بني في أقل من 8 أشهر وبطاقة استيعابية تقارب 21,000 متفرج. في أكادير، ملعب إدرا الشهير أصبح هو الآخر جاهزا بعد سلسلة من التحديثات. أرضية بعشب جديد معتمد من الفيفا، نظام إضاءة حديث، ومنصات مجهزة للإعلام وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تحسينات واسعة في المحيط الخارجي. ننتقل إلى مراكش، حيث الملعب الكبير خضع لتحسينات تقنية مهمة: تأهيل الأرضية، تحديث الإنارة، تركيب شبكة كاميرات ومراقبة، وتجديد شامل للكراسي والمنصة الرسمية. الدار البيضاء، القلب النابض لكرة القدم المغربية، تضم مركب محمد الخامس، الذي أصبح جاهزا بسعة 43,000 متفرج بعد إصلاحات همت الأرضية، المدرجات، أنظمة الصوت والإضاءة والمداخل والمخارج. أما فاس فقد أنهت الأشغال في ملعبها الكبير، 35,000 مقعد، بتجديد المدرجات، العشب الطبيعي، المرافق الصحية والممرات، ليكون جاهزا لاستقبال الحدث القاري. لكن ليست كل الملاعب جاهزة بعد، فهناك 4 ملاعب أخرى في مراحل متقدمة من الأشغال، على رأسها ملعب طنجة الكبير بسعة تفوق 75,000 متفرج، يشهد تقدما كبيرا على مستوى تركيب السقف والعشب والكراسي، إلى جانب نظام إنارة متطور وواجهة معمارية حديثة. في الرباط أيضا يبنى ملعب مولاي عبد الله الجديد من الصفر، وتقترب نسب الأشغال من 93%. الهياكل جاهزة، والسلالم بدأت في الظهور، وتجري عمليات تغليف الواجهة الخارجية وتركيب السقف بشكل متسارع. ملعب مولاي الحسن، 22,000 مقعد، يشهد أيضا وتيرة عالية من العمل، حيث اكتملت المدرجات وبدأت عملية تركيب المقاعد والسقف. أخيرا ملعب البريد الجديد، 18,000 مقعد، شارف على الانتهاء. الهياكل الخرسانية جاهزة، ويجري حاليا تركيب هيكل السقف وتجهيز الأرضية لوضع العشب الطبيعي. بهذا المجهود المكثف يسير المغرب بثقة نحو تنظيم نسخة استثنائية ستظل محفورة في تاريخ الكرة الإفريقية. ما رأيكم في هذه الاستعدادات؟ وهل أنتم متحمسون لمتابعة الكان 2025 من قلب المغرب؟ لا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد.